segala urusan kita. Allah angkat dan sembuhkan penyakit kita. Dan insya Allah semoga kita semua mendapat naungan dan keberkahan dari Allah Jalla Jalal dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimin sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa khairil khalqi ajma'in wa habibi rabbil alamin al-mustafa habibina wa nabiyina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa li'abai al-khariman zahirina sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidina Ali al-Murtada wa sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li'abai al-khariman zahirina sayyidina Hasan wal Husayn وأرض الرازدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والعلماء والعاملين والمشرفين المخلصين وجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين إلى أرواح من اجتمعنا هؤلاء بسببه وتلونا القرآن ومن أجلهم خصوصا السيد محمد بن أبو بكر بن وزير الحامد ثم إلى أرواح شريفة مهاني بنت عبد الله اللهم له فداء له من النار وحجابا له من النار وإتكا له من النار في الدين والدنيا والآخرة بشر الفاتحة وراتب الحداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المشير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام نبتنا على يا خبير يا متين انفصال صالمين يا خبير يا متين انفصال صالمين يا خبير يا متين اكفي صار صالمين أصلى الله نور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلى الله نور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلى الله نور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا شديد يا بشير يا
بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الحام يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
الله يغفر له
الفاتحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما على نية بالقبول وتمام كل سؤال ومعلن وشارع شعر شاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة ضعيفة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية أن الله ينير قلوبنا وغوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولد الأدنان جميعة لكل نية صالحة وشيرة ومحبة في شراف الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ قدرا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعلي سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إشارة رضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك لداننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعله وإياهم في كنافك وأمانك وإياشك وجوارك يا الله من كل شيطان مريض جبار عين وشعين وصفة ومن شر كل شعر إنك على كل شيء كريم. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة. وأعذنا من مجيبة ندامة عنك في هلال والملال عنك سميع الدعاء. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارزقنا كمال المتابعة له شهيرا وبادنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جبت لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نشهدك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من
الخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قابل يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيفا لم يزل الطف بنا والمسلمين صلى الله سيدنا محمد أن خيرا صلى الله سيدنا محمد عنا ما هو أحلو صلى الله سيدنا محمد أن خيرا صلى الله سيدنا محمد عنا ما هو أحلو صلى الله سيدنا محمد أن خيرا صلى الله سيدنا محمد عنا ما هو أحلو يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن فجر البر تمام كل سورة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة Amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama mengirimkan Ummul Quran buat 6 syuhada yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga 6 syuhada ini arwahnya ditempatkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Lillahi syaitan. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah selanjutnya kita kirimkan buat imam besar kita Habib Rizik Syihab. Semoga Allah melindungi ruh dan jiwanya. Semoga Allah menyelamatkan beliau. Semoga Allah menguatkan batin beliau yang dimana beliau telah dianiaya, dijebloskan di dalam penjara. Semoga Allah mengangkat derajat beliau, memberkahi keluarganya, menyelamatkan beliau dari segala sesuatu yang datang dari segala penjuru. Ya Allah, selamatkan Habib Rizik Syihab. Ya Allah, lindungi mereka, sayangi mereka, cintai mereka, berkahi hidup dan kehidupannya. Ya Allah, ya Allah, lindungi para ulama-ulama kami, lindungi para habaib kami, para kiai kami, para ustaz kami. Ya Allah, yang telah menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, telah banyak para ulama kami ditangkap-tangkap. Ya Allah, sementara ahli-ahli maksiat berkeliaran di mana-mana. Ya Allah, teguhkan hati kami. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, dan berilah pemimpin Indonesia ini pemimpin yang akhlaknya yang baik. Allahumma ya Allah, kami di luar sini ya Allah telah menikmati Islam sementara Habib Rizik Syihab berada di dalam penjara. Ya Allah, berilah dia ketabahan. Ya Allah, berilah dia kesehatan. Ya Allah, berilah dia kekuatan. Ya Allah, selamatkan keluarganya, anaknya, istrinya, cucu-cucunya. Ya Allah, menantu-menantunya. Ya Allah, para mujahid-mujahid di jalan yang benar. Allahumma ya Allah, semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita mati semua dalam keadaan ruhul jihad. Semoga kita mati dalam keadaan bersujud. Semoga kita mati dalam keadaan bersujud. Semoga kita mati dalam keadaan meninggalkan semua
semua perintah Allah. Semoga kita mati di jalan jihad fi sabilillah rabbil alamin. Allahumma wa bil khusus salatu wassalamu wa bil khusus al habib Muhammad Rizik Zihad bin Syekh وشهد والعافية والأخوة والسلام اللهم إلى بالله شر الفاتحة أعوذ بالله يا رب يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadika al-jari wa juma'na fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin wa hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sembari kita menunggu sholat isya berjamaah, saya sedikit mengisi kultum nasihat. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua yang mendengar. Amin. Allahumma amin. Ayuhal hadirun jamaah majlis Shiratal Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berita di minggu-minggu ini sangat mengiris hati kita. Sangat sedih rasanya melihat pejuang-pejuang di jalan Allah dibantai atau ditembak dengan secara brutal yang tidak berperi kemanusiaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa saya bilang keji? Kenapa saya bilang brutal? Sebab Indonesia punya hukum, Indonesia punya undang-undang. Ketika kita salah, maka yang berhak menghukum mati kita itu bukan polisi, tetapi hakim. Apakah dia yang memutuskan mati atau penjara? Tapi 6 syuhada ini ditembak di tempat dengan alasan melawan aparat kepolisian. Kalau dilihat berita di mana-mana, maka 6 syuhada ini sebenarnya tidak melawan. Kalau kita mau lihat beritanya yang sebenarnya, dia hanya melindungi diri karena dia dikejar, karena dia dipepet, dia melindungi diri. Satu hal seperti begini, saya kasih contoh. Kita sementara duduk bersikir di sini, tiba-tiba ada orang yang masuk dalam masjid ini bawa parang. Ketika kita menghalau dia, lantas kita terjadi sesuatu, apakah itu dibilang melawan? Melindungi diri dengan melawan itu berbeda secara hukum. Melindungi 6 syuhada ini kronologisnya adalah mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab, mengawal. Secara hukum pengawalan, siapapun dia yang menghalau yang dikawal, maka yang mengawal berhak untuk menghalaunya, siapapun dia. Siapapun dia. Apalagi yang menghalau ini
tidak berpakaian polisi. Bisa saja nanti orang bilang begal di jalan, dia lawan. Intinya kasus ini sudah dilaporkan oleh Muhammadiyah. Bin Samsudin telah menyurat ke Komnas HAM PBB, dan kasus ini tidak akan berhenti ketika belum diketahui statusnya, apakah dia dibantai ataukah dia menembak. Ada saling tembak menembak, itu tidak ada saling tembak menembak. Saya mengikuti beritanya dari awal hingga akhir. Intinya mereka ini sudah pergi meninggalkan kita. Temanya kita pada hari ini, begitu gampangnya kau mengambil nyawa seseorang, begitu gampangnya engkau mengambil nyawa seseorang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangankan membunuh saudaramu, menyakiti saudaramu saja, maka Allah melaknat hidup dan kehidupanmu. Bagaimana ketika engkau membunuh saudaramu? Bagaimana ketika engkau membantai saudaramu? Bagaimana kira-kira? Adakah dosa diampunkan? Tidak ada, karena dia membunuh, dia tidak merasa membunuh. Kalau dia merasa membunuh, ya alhamdulillah, maka dosa itu terampuni. Yang bahaya itu ketika dia membunuh tapi terasa dia tidak membunuh, merasa dia membela dirinya, padahal yang ditembak ini tidak pegang senjata. Yang diperlihatkan oleh aparat kepolisian itu bukan senjata dari mereka. Saya bisa katakan, saya 2 hari polisi datang. Kita tidak usah takut sama polisi. Polisi tidak perlu ditakuti karena dia pengayom. Bicarakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang takut sama polisi itu kalau ada sesuatu yang disembunyikan, yang salah di dalam dirinya. Ditembak, tahu nggak jarak tembaknya? Jarak tembaknya menurut Sekjen DPP Front Pembela Islam Haji Munarman, jarak tembaknya itu sekitar kalau kira-kira 1-2 meter, 1 meter jarak itu dari depan ke belakang itu tembus, dan satu jasad minimal 2 kali tembakan, ada yang 3, ada yang 4. Ini ditembak di atas mobil. Ini ditembak di atas mobil. Persoalan ditembak mati orang itu kalau dia sudah bandar narkoba yang DP-nya bertahun-tahun, itu boleh ditembak mati di tempat. Ini bukan bandar narkoba, bukan teroris, bukan narkoba, bukan perjudian, bukan persinahan. Dia mengawal ulama kita yang dihalau silih berganti, dipepet dan diserempet mobilnya. Ada laskar marah karena dipepet imam besarnya. Wajar seorang laskar marah karena imam besarnya dipepet. Wajar. Kok ditembak? Ini tembak untuk siapa? Ini tembak kamu pakai ini uang masyarakat. Polisi yang dimuliakan oleh Allah ini polisi, alhamdulillah luar biasa. Sekarang ini sudah 3 bulan 5 bulan banyak orang lihat tindakannya ini sudah melampaui batas. Tidak semua polisi ya, artinya ada tuh juga polisi baik, ada tuh juga pikiololoi polisi. Artinya tidak sesuai dengan hukum. Saya bicara begini karena ditahu, tidak mengancam, menembak, mengancam saja, ya, mengancam ini itu sudah salah, mengancam. Apalagi
Nggak usah pegang senjata. Saya bilang gini, awas kau nanti besok saya dapat kau, saya bunuh kau. Ini sudah melanggar hukum. Karena kau mengancam. Kalau secara hukum. Sekarang kan ada HAM. Jadi insya Allah kami para ulama